أهلا وسهلا بكم متتبعين الأوفياء مع وصفة جديدة، وصفات صيفية. بيتزا بالخميرة البلدية كتجي مقرمشة ناجحة، والمذاق ديال الحموضة الطبيعية جد مقبول. اللي باقي ما عندوش خميرة البلدية حطيتها لكم مرارا وتكرارا. وعلى بركة الله نمر لتحضير الوصفة. كنحتاجوا الخميرة الأم اللي كنا حضرنا واحتفظنا بها بالثلاجة، كنخليو منها غير كميه قليله والباقي كنتخلصوا منه. الغرض ديالنا اننا نعاودوا نخمروها، اي غادي نعاودوا نشطوها. لكم الاختيار تضيفوا الدقيق اللي كتفضلوا. غادي نحاول نضيف ليها خليط الدقيق الابيض بيو ودقيق القمح الكامل، ومع الماء العادي اللي كنخلطوا به نحاولوا نحصلوا على عجينه اللي كتكون كتشبه السريال اللي كنعطيو للاطفال، ما تكونش يعني جاريه بزاف. هذا هو القوام. نطفوا الجوانب، نغطيو عليها ونخليو غير واحد الفتيحه باش يدخل الهواء لداخل. نغطيو عليها ونخليوها تختمر. في اليوم الموالي تضاعف الحجم ديالها كيف كتلاحظوا العلامه ديال التخمر. ومن بعد نزلات دائما الخميره فاش كتطلع يعني القمه النشاط ديالها كتعاود تهبط. وفي هذا الوقت اللي كنكونوا خاصنا نعجنوا يعني بالخميره كتكون واجده، غناخذ منها 60 غرام. كنحاول نعبر بالميزان وغادي نقول لكم تقريبا بالملعقه شحال للناس اللي ما عندهمش الميزان. تقريبا 2 المعالق كبار ديال الخميره البلديه. الخميره ديال الام كنعاودوا نغطيوها بالدقيق والماء، ننظفوا الجوانب. هاد المره نغطيو عليها مزيان لاننا غنحتفظوا بها بالثلاجه، ما محتاجينش ليها تضاعف الحجم ديالها اي تخمر. اللي محتاجين هو انها تبقى حيه وفي صحه جيده وكتبقى دائما عايشه معنا، وكل ما احتاجينها نعاودوا نغديوها ونخدموا بها. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا غادي نحتاجوا 200 ملل ديال الماء. دائما كنعبر لكم بالكاس باش الناس اللي ما عندهمش الميزان تجيهم يعني القياس سهل. نضيفوا للماء داك 2 معالق كبار ديال الخميره البلديه ونحركوا جيدا. نضيفوا ملعقه صغيره ديال الملحه. بنفس الكاس كنعبروا. هذا الكاس كيوزن ليا 100 غرام ديال الدقيق، يعني غادي نضيف 3 الكؤوس اللي هي 300 غرام. الناس اللي ما عندهمش الميزان هذه طريقه يعني عمليه. انا صراحه ما عنديش كاس العنبه، عندي هذا الكويس هذا راه معروف اللي كنشربوا فيه القهوه يعني من زمان. كنحركوا مزيان الخليط ديالنا. تقدروا تستعملوا يديكم ولا غير بالمعلقه. العجينه ديالي بقات شويه يعني ناشفه فضفت واحد جغيمه د الماء. وهاد القضيه هذه يعني كل واحد كيعرف القياس ديال الدقيق ديالو. كاين الدقيق اللي كيشرب الماء بزاف، كاين اللي لا. ما كنتركوهاش، غير كنجمعوها صافي نغطيو عليها ونخليها تختمر على الاقل ساعه، لان الخميره البلديه التخمر ديالها بطيء. بعد ساعه كنستعنوا بالقليل من الماء وغادي نمروا باش نقوموا بعمليه المد والطي. اي كنجروا الاطراف ديالها وبالاستعانه بالماء طبعا لان كتلصق، وكنبداو نطويوها على هذا الشكل على نفسها. هاد الطريقه هذه كتنشط العجينه، اي كنشكلوا البروتين ديال الجلوتين او الغلوتين، وكتولي يعني العجينه متماسكه ولينه وكاننا دلكناها. ممكن لكم تضربوها حتى بهذه الطريقه، حتى هي عمليه. وكنغطيو عليها ونخليوها نص ساعه اخرى، وبنفس الطريقه وبالاستعانه بالماء نقوم بعمليه المد والطي. لاحظوا العجينه كيفاش ولات عندنا شفافه وما دلكناهاش. وبنفس الطريقه نغطيو عليها ونخليوها المره الاخيره يعني نصف ساعه اخرى. ودائما بالاستعانه بالماء. غادي نحاول غير نهزها ونحطها يعني بطريقه كي كنقولوا كنضربوها مع الاناء، وكل مره كتزيد ترخف معنا. في اناء اللي غادي ندخلوه للثلاجه غادي ندهنوه بقليل من زيت الزيتون. نفرغوا العجينه ديالنا ونخليوها تختمر يعني ليله كامله 24 ساعه حتى ل 48 ساعه.
وكل ما تتخمرات كل ما كتجي البيتزا ناجحه. لتحضير صلصه البيتزا سريعه وسهله، كناخذوا حبات ديال الطماطم نشقوهم ونوضعوهم في الماء المغلي 5 دقائق، غير كتعزل يعني القشره كنوضعوه مباشره في الماء العادي او الماء البارد، كتعزل معنا القشره بسهوله. مباشره نطحنوها بالطحان الكهربائي. توابل كنضيفوا الملح، القليل من الفلفل الاسود، الزعتر اللي كنفركوه ما بين يدينا. باش نقصوا من الحموضه ديال الطماطم ممكن نضيفوا القليل من العسل او السكر الا كانت عندكم بطيشه اللي كتكون حامضه. فإلا ما كتفضلوش تضيفوا هاد الاشياء فلا داعي. واحد الفص ديال الثوم اللي غيعطينا النكهه للصلصه، غير نحكوه لاننا ما غاديش نطيبوا الصلصه. وما نساوش زيت الزيتون. صلصه جاهزه وسهله، خليوها على جنب. في اليوم الموالي لاحظوا التخمر واضح، تشكل فقاعات في العجينه، وممكن تخليوها حتى 48 ساعه. كل ما خليناها اكثر كل ما غتجينا البيتزا يعني في القوام ديالها المثالي. انا خليتها غير ليله كامله. غنقسمها على 2 الحصص. فوق سطح العمل نرشو مزيان بالدقيق الفينو او السميد الناعم. نحاولوا نشكلوه بحال شي كتله في الوسط باش الجناب كيبقاو يعني مرتفعين. ومباشره نحطوها في ورق الطبخ. كل مره كنحضروا البيتزا كل مره كنوليو احترافيين اكثر، وكنقادوا الجوانب ديالها يعني من دون تخوف. دائما خليو الاطراف تكون مرتفعه، وكنتخلصوا من الدقيق الزائد اللي كيبقى معنا. ومباشره نمروا باش نعمروا البيتزا ديالنا. عندي هاد المقيله ديال المسمن صراحه عمليه وثقيله فممتازه البيتزا. كنفرغوا الصلصه ديالنا في الوسط وبحركه دائريه ندهنوا جميع اطراف البيتزا. صراحه كنصحكم بهاد الصلصه، جات عجيبه وسهله، ويمكن لكم تحضروا واحد الكميه منها وتخليوها في الكونجيلاتور او في المجمد. الوقت اللي تبغيو تحضروا بيتزا تجبدوا غير القياس، وما كتحتاج لا طياب لا والو، وسهله وسريعه. الجبن كيبقى اساسي في البيتزا. كنضيفوا الكميه اللي كنفضلوا. رشيشه ديال الزعتر، يمكن لكم تضيفوا اللي كتفضلوا من الخضر، وكل مره ان شاء الله نحضروها بطريقه مختلفه. اليوم غادي نضيف لها الفطر او شامبينيونس غير هكاك خضر يعني ما كنطيبوش. واحد رشيشه زيت الزيتون وكندخلوها للفرن. الحراره ديالو تكون مرتفعه، اقصى حراره حطيتها على 300 درجه من الفوق ومن التحت. في انتظار ذلك عندي الموتزاريلا طريه، غادي نقسمها الى قطع. وللتزيين وحتى للنكهه غادي نستعمل الحبق او الريحان. بعد ما كطيب كيبقى لها غير تحمر كنضيفوا ليها الموتزاريلا ونعاودوا نرجعوها واحد 5 دقائق تحمر مزيان. شكل بيتزا كيشهي فعلا، واحسن حاجه انها بالخميره البلديه الطبيعيه. وملي كتكون اشياء يعني صحيه فلا داعي نركزوا بزاف على يعني كي كنقولوا الشكل. فتيقوني انها بيتزا كتستحق التجربه. ما شاء الله جات ناجحه بنينه والتقرمشه حاضره. كنتمنى تجربوها وتنجح معكم. واول نجاح في جميع المخبوزات بالخميره البلديه هو نجاح تحضير الخميره البلديه الطبيعيه. فاللي مهتم الوصفه حطيتها لكم وغادي نحطها لكم في الفيديو القادم ان شاء الله باش نزيدوا نعاونوا الناس اللي ما كتنجحش معاهم. متتبعي الاوفياء شكرا لكم على المتابعه القيمه. الفيديو ديال اليوم نتمنى يوصل للاخت اللي طلبات مني البيتزا بالخميره البلديه. وشكرا للجميع على التحفيز ديالكم وعلى المشاركه ديالكم القيمه. فعلا القناه ديالنا كتكبر يوم على يوم، فالحمد لله والشكر لله. ثم الشكر الجزيل لكم على الدعم ديالكم، على التعاليق الجميله والمحفزه. وما نساوش نرحبوا بالناس الجدد اللي كينضموا لنا.
مرحبا وألف مرحبا، وعلى أمل اللقاء بكم في وصفات جديدة سهلة وبسيطة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.